السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الليجل كونسلتنت طارق السابر. في الحلقة دي محور حديثي حيكون حول في ذات السياق، حيكون حول بابا نوسة أو مصير قيادات الفرقة 22 بابا نوسة اللي بيتبعوا لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وبعض الآراء المتضاربة حول القيادة أو قائد الفرقة وأيضا درمود وغيره وغيسان الفرقة. أين الناس ديل؟ هنالك عدة تقارير سوف نتحدث عن التقارير دي وهنوضح رأينا الشخصي في المسألة دي. طيب ده هذا من ناحية. من ناحية ثانية سوف أتحدث عن حاجة مهمة جدا، عن أهمية مدينة بابا نوسة من ناحية اقتصادية وسياسية لحكومة تأسيس وحكومة السلام والوحدة، وأيضا الضرر الكبير اللي حيلحق بدولة 56 الإرهابية فيما يتعلق بسقوط مدينة بابا نوسة. لماذا بابا نوسة مهمة؟ في الفيديو ده حنبين الحقيقة دي وحنوضح للناس أهمية مدينة بابا نوسة الاستراتيجية الآن تقع تحت سيطرة حكومة السلام والوحدة وحكومة التأسيس والدعم السريع. هذا من ناحية. خلينا نبدأ بالشيء العملياتي أو التقارير اللي بتتكلم أين الأسئلة المنطقية، أين قيادات الفرقة 22 بابا نوسة، وهم اللواء معاوية وغيساني بالنسبة له والعميد درمود. أين الناس ديل؟ وأين مصير قيادات جيش الحركة الإسلامية الإرهابية اللي كانوا موجودين داخل الفرقة 22 بابا نوسة؟ وأيضا حنتحدث عن جانب مهم جدا، وهو الجانب بتاع أسرى الجيش اللي أسروا داخل الفرقة 22 بابا نوسة، سواء كانوا ضباط أو ضباط صف. وهنتكلم في المسألة دي لأن المسألة دي برضو مهمة جدا ومحتاجة إنه الناس ينظروا لها بزاوية مختلفة، ويجب إنه الأسير ده يكرم ويتعامل معاملة في مجموعة من الرسائل هنوجهها للأشاوس وقيادات الدعم السريع الموجودين على مستوى غرب كردفان مدينة بابا نوسة. طيب الحاصل بالتحديد كل التقارير اللي بتتكلم أو هنالك صور منشورة أو صور متداولة لدى أبطال قوات الدعم السريع، صور للعقيد أو للواء قائد الفرقة 22 بابا نوسة معاوية، وهو يعني لغى حتفه وفقا للصورة اللي احنا شفناها الآن، وفقا للصور المتداولة وشفناها نحن، الصور ما بتترفع ما ممكن تترفع لأنه ممكن يحظر لك الفيديو أو الفيديو يمنعوه من إنه يتروج لأنه ممكن يرهب المواطنين وبيخالف السياسات بتاعة اليوتيوب وكده، فبالتالي ما بنقدر نرفع صور. لكن وفقا للصور أنا شاهدتها دي إنه بقدر أقول لكم إنه وفقا للصور والأنباء المتداولة إنه العقيد أو اللواء معاوية قائد الفرقة 22 وهو الديناري الخالص، وهو يعني ابن الشمال البار ويتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية. أنا بقول لكم إنه حسب الصور دي، إذا الصور دي كانت صحيحة، معاوية ده ذهب إلى جنة علي كرجي. وده الكلام اللي احنا قاعدين نقول فوق دائما، نقول إنه يجب إنه القيادات هم أس البلاوي، وبالذات قيادات الديناري هم وراء الفتنة دي، وهم وراء تكبيش الفلنقايات اللي قاعدين يموتوا في الفرق المختلفة، سواء كانت في الفجر أو الآن في الفرقة 22 بابا نوسة. الموت بالجملة والأشياء اللي قاعدة تحصل دي، يعني الآن القاتل المقتول كله من أولادنا. إذا الديناري ده يعني يصنع الفتنة دي ويخلي الناس يموتوا ونحن نتكاتل بيناتنا ويطلع يمشي، نحن بنكون ما عملنا حاجة. يعني احنا الفلنقايات دي هم أشد سوءا، يعني حمالين الحطب أشد سوءا من الجلابي، لكن برضو الجلابي يجب انه يذوق المقصة ويجب انه يذوق الموت اللي قاعد يذوق منه الناس دي، وقاعد يفتن فيه ابناء الهامش وقاعدين يموتوا في بيناتنا. وفقا للتقرير ده يقول او وفقا للصور اللي احنا شاهدناها او الناس اللي شاهدوها، معظم الناس اللي قاعد تشوف في الميديا، انه صورة العقيد معاوية بنقدر نقول وفقا للصور الموجودة دي والصور اللي احنا شاهدناها نقدر نجزم تماما انه اللي هو معاوية قائد الفرقة 22 بابا نوسة ابن الدينار الخالص انجرم. ونتمنى انه الصور دي تكون حقيقيه، ونتمنى انه الكلام ده يكون كلام صحيح، لانه معاويه هو أس البلاوي، ومعاويه هو يعني الازمه الحقيقيه، وهو ومن معه يعني من ابناء النخب النيليه هم الازمه السودان ده، وهم اللي بيزعوا انه يصنعوا الفتن ويخلوا اولاد الهامش يموتوا. وفيما يتعلق بقائد اللواء 89 درمود، هنالك تقارير بتتكلم عن انه درمود
ومعه قيادات في الجيش وصلوا إلى مدينة هجليك، أو وصلوا للواء 91 هجليك. والكلام ده إذا بقى صحيح، والله ده الفضيحة والعارة اللي لحقت درمود إلى يوم البعث. لأنه ما ممكن أنت تطلع وتصرح وتتنبر وتشبك الناس إنه نحن ما في زول أرجل مننا، وفلان يركب فلان والقبيلة الفلانية تركب القبيلة الفلانية وتواجهونه بالباب، وفي النهاية تعرض وتمشي. ودرمود ده يعني وفقا للفيديوهات المتداولة، الزول ده يعني ما لحق يشيل تلفونه وخلى مستنداته وخلى علاماته يعني في الغرفة بتاعت درمود دي أو في الكونتينر تحت الوطاء الموجود فوق درمود، يا أخي العجين لقوه معجن، يعني معجن في قطاعة كبيرة ودار يرمي له قراصة، ودرمود عرض خلى القراصة. درمود ما قلت أنت الأساس النتر وأنت الفحل، ما عيب تعرف تمشي ليه؟ ما عيب؟ وتخلي يعني عشرات الجنود يتأسروا وضباط ما يدوك الدرب يتأسروا ويتقبضوا تحت قبضة أشاوس وأبطال قوات الدعم السريع. في ذات السياق فيما يتعلق بالأسرى، هنالك يعني أسير وهو المقدم حامد حماد، والد أحد الأبطال وأشاوس 15 أبريل لدى قوات الدعم السريع، وهو البطل الصديق حامد حماد. طلع في فيديو وطلع قال كلام يعني وجه رسالة قوية جدا، ورسالة عندها ذات معنى عميق جدا يعني، وده الشيء اللي استوقفني وخلاني أنا يعني أتحدث عن البطل ده. الصديق ده طلع في فيديو ويتكلم، قال إنه زول اللي اتأثر ده اللي اتقبض ده والدي أنا، وزول ده احنا قدر ما ناشدنا انه يطلع من جيش الحركه الاسلاميه ويطلع من الفريق 22 بابونوزا، رفض وهو يختار طريق وانا اخترت طريقي. والقضيه دي لا فيها ده ابوي ولا ابوك لا اخوي لا عمي لا عمك لا قبيلتي لا قبيلتك. دي الرساله المهمه هنا. البطل ده رسالته دي مفاده واضح ما فيها لا لبس لا غموض، انه ابوه ده يتحمل نتائج اختياره ويتحمل نتائج اخطائه ويتحمل نتائج موقفه، انه وقف ضد اهله ووقف مع دوله 56. يجب انه الاجيال ذات الاختصاص حسب الافاده بتاعت الشاب الصديق الاشوص البطل الصديق، انه يعني الجهات ذات الاختصاص ما تفرز انه ده عشان ابوي انا او بتاع، لا قال احنا ما عندنا شغله معه ولا بنناشد انه يفكوا ولا اي حاجه. انه القياده بتاعت الدعم السريع هي ما يجب انه تتخذ ما تراه مناسبا في حقه زيه زي اي اسير ثاني، ما في فرق بينه هو وبين اي اسير ثاني. الكلام ده يعني صديق ده قدر هزم المخطط الكبير او المخطط بتاع جيش دوله 56 ومخابراتهم ودفع ملايين الدولارات عشان يفككوا النسيج الاجتماعي بتاع التاسيس ويفككوا النسيج الاجتماعي بتاع الدعم السريع على وجه الخصوص، بزرع الفتن القبليه وبانه انتوا كابناء عمومه يعني ما يجب انكم تموتوا بيناتكم والتفاصيل والاشياء الكثيره دي. الان يعني الوعي اللي وصلوا به او اللي وصل له ابطال قوات الدعم السريع والاشاوس ده يعني دي من ضمن المكاسب المهمه جدا في الحرب ضد دوله 56 ومناهجه الارهابيه. ونحن عندنا رساله ودائما قاعدين نوجه رسائل يا اشاوس، الاسير يجب انه يكرم. نحن انتصرنا في المعركه دي، نحن انتصرنا باخلاقنا وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والاسير ده وفقا لديننا الاسلامي ووفقا لكل المعاهدات والمواثيق الدوليه ووفقا لاعرافنا، الاسير يجب انه يكرم. الاسير يجب انه يكرم لانه في حاله بتاعت ضعف وفي حاله بتاعت هوان، وبالذات زي ابو رتاج اطلع وبينبذ وانه ما في زول بيقدر بجي وبيتحكم على السافنا وبيتحكم على قياده الدعم السريع. لما ينقبض ويتاثر بقى زي رتاج. احنا والله احتراما لرتاج بس ما تعملوا له اي حاجه، لانه يعني لما الرجل يطلع مكسور وينزل ويقول والله انا اخطات، ودي براءه، دي هزيمه بالمناسبه. كده انت وجهت له اكثر من 100 ضربه بطلقه واحده. فبالتالي يجب انه يا جماعه الاسير يجب انه يتعامل معامله خاصه، ويجب انه يسلم للجهاز هذا الاختصاص، يسلم للاستخبارات، بعد ذلك الاستخبارات تعمل ما تراه مناسبا. انت كاشوس استلمت اسير او اسرت اسير، سلمه للجهاز هذا الاختصاص، ما تعتدي عليه ولا يعني الاسير ده لا يقتل ولا يهان ولا اي حاجه.
بالذات دي الفلنجايات، يعني دي مجرد فلنجايات. هو اسير لاسير بيختلف. في اسير ثقافته الجلد وثقافته البتاع ده ممكن تدي صوت، اصلا بينجلد في طهور، بينجلد في طهور بيته، في عز بيته، في عرسه، في عرس جاره، عنده ثقافه. يعني الشعب السوداني ده في مجتمعات، ناس الجماعه هن ديل اهل العوض ديل ده بينجلدوا، ده ممكن تدي صوت لان اصلا تستقبلوا بثقافته وتستقبلوا بالشيء اللي هو بيعتز به وبالرجاله بتاعت الجلد. واركز يا ولد، ده محتاج برضه محتاج حلقه منفصله عشان نعملها ونوضح رؤيتنا بالمساله دي. ما معناه انه لما نحن نقول فينا الاسير بيختلف، في اسير جاي من الهمش، يعني الدق ده بالنسبه له اهانه وما بيقبل، وبالتالي ما تهينه ولا تضربه. لكن الزول اللي بيفتكر انه الجلد ده جزء من ثقافته وثقافه اصيله حقته، يجب انك انت تستقبله بحفاوه الاستقبال بتاع الجلد، زي ما قاعد ينجلد في الطهور وفي الاعراس وفي اشياء كثيره قاعد ينجلد فيها دي. يعني تستقبله بصوتين ثلاثه اربعه خمسه، وبعد ذلك تسلمه للجهه ذات الاختصاص. يعني لا غضاضه في ذلك. ده حسب رايي انا الشخصي، يعني ده لا راي بتاع مؤسسه ولا راي مسؤول مني، مسؤول منه انا كطارق السابق، وده رايي انا يعني. ده راي بمثلني انا شخصيا يعني، وليس الا وانا شايف كده يعني. وده محتاج برضه يعني محتاج حلقه براءه عشان بعد ذلك نقدر يعني نفصل بين الاشياء دي. طيب ايضا من ضمن الاشياء اللي حصلت انه هلاك قيادات كبيره جدا من ضباط داخل الفرقه 22 باب النوصه. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، هنالك يعني المقدم محمد مصطفى حاج الامام. المقدم مصطفى ده محمد المصطفى ده من ابناء النيل الابيض وفلنجاي، وقعد وانجم داخل فرقه 22 باب نوسه. فبالتالي نحن دول ما بنتكلم عنه كثير، لكن نحن في رساله في الحته ده نوجهها، انه نحن رسالتنا لاهلنا في النيل الابيض وللامان هو التاريخ. وده راي وانا راي مؤمن به تماما، انه اذا انت جيت يعني بحثت عن يعني اكثر الناس فلنجايات لدوله 56 وناس استخدموهم من قبل دوله 56 وناس تلقاهم في جهاز الامني وتلقاهم عمرهم كلهم شغالين يعني كماريونيت لدوله 56، جزء من ابناء النيل الابيض. والله اشد سوءا من عرب الجزيره، واشد سوءا من الشماليين ذات نفسهم. للامانه والتاريخ يعني الكلام ده في بعض المكونات في النيل الابيض يعني اشد سوءا من كل المكونات الموجوده في الدوله السودانيه، اشد سوءا من الفلنجايات بتاعنا المشتركه ذاته. لانهم ديل ربائب السلطان، ديل ربائب الجلابه. اذا تحدثت عن ربيبه وزول نشا في كنف دوله 56 ونشا يقدم فروض الطاعه والولاء لدوله 56، هم جزء من ابناء النيل الابيض. وخط خطين تحت الجزء دي عشان زول ما يجي بكره يقول انت عندك مشكله مع ناس النيل الابيض. انا ما عندي مشكله مع ناس النيل الابيض، لكن دي حقائق تاريخيه حاصله. لانه من زمان المستعمر، لما المستعمر ده جاء ناس النيل الابيض ما قاتلوا هيك في واحد ده جماعه رب النيل الابيض وفرشوا له سكه ورود ومشى لحد وصل كردفان ولقى حد في كردفان. انا داري زول واحد يجي يطلع يعني انه ناس النيل الابيض كان غاوم الانجليز ولا ما غاوم، لانهم امتداد تاريخي وعندهم ترابط مع سيادهم الجلابه هناك في شمال السودان. فبالتالي نحن لما نقول اي فلنجاي من النيل الابيض يجب انه يتعامل معامله الديناري، ويجب انه يتعامل تشتغل معه شغل يختلف. وانا غشينا النيل الابيض دي الحرب دي ما جات بصوره حقيقيه، لا كوست سقطت لا ربك سقطت، لكن نحن بشركم انه نحن جايين من النيل الابيض. والان معسكرات البراء خرجت دفعات جديده في النيل الابيض. لماذا اختارت الملف من البنات والرجال من النيل الابيض؟ لانه نحن قلنا لكم انا في تقدير الكلام ده نازل حاجه واحده، يعني السيد والعبد حاجه واحده. لانه لولا العبد ده ما في حاجه اسمها سيد، لو ما لقى زول بيخدمه وزول بيقدسه وبقدم له فروض الطاعه والولاء والاشياء دي ما بكون في مساله العبوديه ومساله انه يمشي لقدام. ده محتاج برضه حته منفصله انه زول يتكلم عن المساله بتاعت انخراط ابناء النيل الابيض في البراؤون واختلاطهم. لانه لو جيت لاحظت المساله بتاعت الكوادر بتاعت العنف الموجوده على مستوى الجامعات والاشياء دي، يعني كلهم بتلقاه من النيل الابيض، عرب الجزيره،
تلقاه ثاني من شمال السودان وكده، وفي رموز تضليليه من ابناء دارفور، وفي النهايه ما بيلحقون بالجهاز ولا كده، لانه اثنيا ما بيشبهون ولا اي حاجه. لكن ناس النيل الابيض ده اذا مشيت بحثت وشفت القيادات بتاعين الجهاز الحقيقيين، بتجي تلقى جزء منهم كبير من النيل الابيض، سواء كان في الجهاز الامن والمخابرات او في الامن الايجابي، وده حاجه بعيده جدا، ما يزول بيصلها وما يزول بيخش لها. لانه في ناس معينين بيخشوا الامن الايجابي ده، لانهم ديل طوالي علاقتهم مباشره مع السلطان فوق، مع الجلابي فوق. طيب ده في ذات السياق فيما يتعلق بقيادة الفرقة 22 بابا نوسة. نرجع نلخص الحتة دي، الحصل شنو بالتحديد، أو كل الأنباء بتفيد إنه درمود ومعه مجموعة كبيرة من معه ضباط ومعه عساكر وصلوا إلى الفرقة أو إلى اللواء 91 هجليك، وهذه الأنباء شبه مؤكدة. أما فيما يتعلق بالعقيد او باللواء معاويه قائد الفرقه الشيعي، هنالك انباء بتفيد او الصور حسب الصور انه يعني لقى حتفه في المعركه دي، او لقى حتفه والابطال وجدوا جثته في داخل الفرقه 22 بابا نوسة. وهذا من ناحيه. طيب نمشي نرجع ونتكلم عن اهميه مدينه بابا نوسة من ناحيه سياسيه واقتصاديه، ولماذا بابا نوسة دي الكيزان يعني احضروا فيها كل انواع الاسلحه وجابوا فيها امداد كبير جدا، وليه ما دارين بابا نوسة تظهر؟ بعيدا من الشغل الاجتماعي والكلام ده، بابا نوسة من ناحيه اقتصاديه مدينه استراتيجيه مهمه جدا لتاسيس، لانه بتحرير بابا نوسة كده نقدر نقول انه بالفم المليان ان 99% من غرب كردفان تحت مظله وامبريلا حكومه تاسيس. وبالتالي بابا نوسة اول حاجه من ناحيه تاريخيه بابا نوسة مهمه، لانه بابا نوسة بتربط ليك بالسكه حديد، بتربط غرب كردفان مع غرب دارفور او مع دارفور عموما، وبتربط ايضا واخذت السكه حديد بيمتد الى جنوب السودان، الى بيربط يعني مدينه واو. وايضا من الاهميه الاستراتيجيه انه بابا نوسة فيها يعني اكبر المصانع بتاعت الالبان على مستوى كردفان، وايضا بابا نوسة تعتبر ثاني اكبر سوق للمحصول، منطقه زراعيه ثاني اكبر سوق للمحصول بعد مدينه الابيض مباشره. والاهم من ذلك انه بابا نوسة يعني بترتبط مباشره بحقول النفط الموجوده في مدينه هجليك، وحسب حسب التقارير انه مدينه هجليك بتنتج في اليوم الواحد 33 ألف برميل تقريبا. يعني ركز معي، شوف الكميه الكبيره بتاعت الوقود اللي قاعد تطلع او في المدينه بتاعت هجليك او في منطقه هجليك او حقل هجليك النفط. فبالتالي دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتخلي بابا نوسة مهمه للتاسيس ومهمه جدا للدعم السريع. الان تقدر تقول انت تقدر امنت ظهرك فيما يجب على الابطال وعشان قوات الدعم السريع انه يمشوا يستلموا مدينه هجليك، لانه هجليك ذات أهمية اقتصادية وذات موقع جغرافي مهم جدا، وبتربطك مباشرة مع جنوبنا الحبيب جنوب السودان. فبالتالي يجب انه الابطال يمشوا يستلموا مدينة هجليك. وزي ما انا اتكلمت سابقا جل القيادات اللي كانوا موجودين في اللواء 91 عرضوا مش جنوب السودان، والان درمود حيلحق بهم، والمسألة دي منتظر الاشاوس بس كيف يتقدموا ويهبشوا مدينة او يهبشوا منطقة هجليك الاستراتيجية من ناحية اقتصادية. فبالتالي الآن وفقا للكلام اللي أنا ذكرته آنفا تعتبر مدينة أو تعتبر يعني مدينة بابا نوسة أو غرب كردفان تعتبر يعني رمانة كردفان بعد الأبيض مباشرة، لأنه بابا نوسة وفقا للأشياء اللي أنا ذكرتها آنفا تعتبر يعني موقع استراتيجي وموقع جغرافي مميز جدا. وبه يعني ايضا الاشياء اللي انا نسيت اذكرها انه بابا نوسة توجد بها كميات كبيره جدا او توصف بانها منطقه بتاعت ماشيه من الدرجه الاولى، سواء كان يعني بانواعها المختلفه، سواء كان اغنام او ابغار او ابل او غيرها من كل انواع الماشيه الموجوده والمهمه جدا في الاقتصاد بتاع الدوله السودانيه. ومدينه بابا نوسة لماذا يعني الناس اللي استبصروا فيها والجيش قاعد فيها 3 سنين؟ لانه بابا نوسة زي ما انا ذكرت الحاجات الانفه الذكر دي والكيزان وجيش دوله 56. لماذا بيجيبوا في بابا نوسة؟ بيجيبوا يعني غايد من حجر العسل او حجر الطير، بيجيبوا شيء ليه؟ لانه الحاجات اللي انا ذكرتها دي
دي ثروه طايله براء، ودي ممكن براء تمسك اقتصاد كامل بتاع تاسيس او اقتصاد الدوله السودانيه اذا يتوظف في اطاره الصحيح ويتوظف في مكانه الصحيح. فبالتالي الان كيزان حيجقلبوا ولسه عم مصرين وانه بابا نوسة ما سقطت، وانه الان درموز رجع ثاني واستعاد بابا نوسة، وقال له الكلام ده كله عباره عن بروباغندا اعلاميه وليس الا، وبيحاولوا يغطوا على فشلهم في الحفاظ على المدينه الاستراتيجيه. فبالتالي الان حسب يعني انا قرأت لي تقرير جميل جدا بيفيد او بيقول انه الان الدعم السريع وافق على الرباعيه، وفي الميدان يعني منتصر ومكتسح، والجيش بيرفض الرباعيه، وفي الميدان منهزم 6-0، ولكن هو اشد تمسكا بالرباعيه من الدعم السريع. احنا زمان قاعدين نقول تماما انه الجيش ده البلده بيقولوا في الميديا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هو اشد حوجه واكثر حوجه الى السلام والى وقف اطلاق نار والى انه الرباعيه دي تمشي للامام. وشروط اللي قاعدين يقولوها دي مجرد شروط تعسفيه، ودي شروط بتاع الدوله 56 والكيزان، وما بتتنفذ وما عندها اي معنى، لانه اذا جينا في الميدان انت زول مهزوم 12-0 كيف تجي تقول لا تفرض شروط وداير يعني زول مستلم كامل دارفور ومستلم يعني قريب كردفان او 99% من كردفان، وتبقى من كردفان الى حتات بسيطه في جنوب كردفان وشمال كردفان. دي مساله وقت ومنتظرين التوجيهات، لانه الحديد كله قلب مفتاح ومشى هناك ومنتظر التوجيهات بتاعت القياده. فبالتالي الان المساله دي يعني مهمه جدا ومحتاجه انه الناس تقيف. طيب، ومن ضمن الاشياء الجميله ومن ضمن المحاسن بتاعت الاشاوس ما بتحصى وما بتعد، احد الابطال قبل سقوط الفرقه 22 بابا نوسة، رجل المسيره مضروب بالمسيره في رجله ورجله واحده، وعازم انه يسقط الفرقه 22 بابا نوسة. لما انا اقول لكم انه الاشاوس وابطال قوات الدعم السريع دي ما بينهزموا، لانه يعني الناس عندهم ايمان راسخ بقضيتهم، وانه يعني قضيتهم دي فوق كل شيء، يتجاوزوا اي حاجه، يتجاوزوا الخلافات السابقه، يتجاوزوا مساله قبيلتي وقبيلتك، ويتجاوزوا مساله انه بعد العدو بقى واحد. العدو كل الناس عرفت العدو، وشخصنا الازمه، وعلاج الازمه هو يجب انه القضاء على دوله 56 وملايش دوله 56. وسوف نعرف في الفيديو والناس يشوفوا الشيء اللي قاعدين يقدموه على ابطال واشاوس قوات الدعم السريع، ويشوف الفرق بينه وبين الزول بيطلع يتنبر زي ابو رتاج ده وانا وجاي، ولما يقبضوا يعني بيبقى سبحان الله، يعني يرجع ويكسر التلج وانا والله مأسور لدى الجاهزيه وانا غلطان وسامحوني وبعتذر لكل الجاهزيه. المفروض ما قلت الفرقه 22 بابا نوسة صمود وما عندكم لنا الا الموت. الموت ده لما نجي الموت ده بتابعه ليه؟ يعني زول يا جماعه بيقول لك انا جيت هنا داير الشهاده وما داير حاجه غير الشهاده، انا ما اعرف انتوا قايلين الشهاده دي شهاده ثانويه ولا شنو؟ ده تذكره بتستلمها مباشره، تمشي تركب اقرب البراق ولا تركب لك اي بتاع وتصل جنة علي كرتي يعني، وهناك ما معروف جنة علي كرتي دي ما معروف فيه شو. ده ما موضوعنا. بعد كده تمشي تنزل وتستشيروا شيخكم يعني شيخ الضلال وشيخ المنصر علي كرتي يفيدكم بجنته دي فيها شنو، الجنه اللي قاعد يوعد بها الناس واولاده ما قدروا يدخلوها، لانه الجنه دي لو فيها فائده كان علي كرتي جاب بنته ونزل في المقاومه الشعبيه وجاب اولاده نزلهم في المقاومه الشعبيه زي علي والجماعه دي، ما خلى الفلنقايات ناس كوكو وما اعرف ليك ابو بكر واسحاق وجون وبتاع وحقنا قاعدين يمشوا يموتوا يكاتبوا على سنسياتهم الجلابي، وعشان بنات الجلابي يعيشوا في بيس ويقروا ما اعرف ليك يقروا لغات ويقروا زي كامل ادريس الهطله ده يمشي يحفظ له لغتين ويقعد 40 سنه برا السودان ويجي يسوي اوكرانيته وما عارف ليك كسليته. فبالتالي الان اذا بعد الخطاب اللي تقدم من ناجي ده ويتقدم من الكيزان وانه دارين يغيروا اسم السودان لانه بيرمز الى السواد، والفلنقايات الموجودين في الجيش انه مصرين لسه يبقوا يقعدوا، وبالتالي والله ديل الافضل انه يموت يعني، لانه ديل ما بيبقوا السودان وما ينفعوا لقدام. وعشان ما اطيل نخلي نجيب لحد هنا في الختام نحو سودان فيدرالي ديمقراطي سدفي والعداله وحكم القانون. والله والله الا كان روحنا مرقت مره واحده، هاي مكسرين والله اقسم بالله رايش طياره حاول طيران اي نصيب السماء والله يا معوض اقسم بالله جوا يا جماعه انت قسم مسيرتك والله ما راح انا من الحق مع ما تجي والله بريق والله غشينا لك بريق جوا والله يا وطن والله جوا